ابيسود جديدة من انسايد اوت توكس، البودكاست المفضل بالنسبة لي علشان بنجاوب فيه على كل الأسئلة المهمة اللي ممكن تكون حضراتكم بتسألوا عنها أو شغلة بالكم بشكل ما. خلينا دلوقتي نتعمق أكتر في تفاصيل التجميل اللي بيخص الرتوش أو التاتش ابس بتاعت الوش. في توبيك مهم جدا النهاردة هنتكلم فيه، ولكن اسمحوا لي اول ارحب بضيفي منورني النهارده دكتور محمود مسعد. اهلا وسهلا، استشاري جلديه وصاحب عيادات راينز كلينك. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ منورني. ميرسي جدا، شكرا. اسمح لي بقى كده نتكلم اكتر. في لبس عند الناس، انا مثلا وشي مضايقني شويه بس انا لسه صغيره في السن، تمام. بس لما ببص في المرايه مثلا بحب اخلي يعني اشوف وشي هو مشدود كده. فهل انا لما باجي لك اقول لك ان انا عايزه وشي يبقى مشدود تعمل لي بوتوكس ولا نعمل خيوط؟ مبدئيا هو دايما بقول ان اكتر حاجه بتبقى بتعمل دراماتيك ريسبونس وبتبقى سحريه فعلا، بتجيب نتيجه فعليا، بتخلي الست لوك يونجر ويبقى شكلها مبسوط حقيقي، حاسه بترانسفورميشن حقيقي وتغيير حقيقي في شكلها، هي ان انا اخلي جلدها مشدود. صحيح. سبيشالي هو الفك. الفك ده تشالنج كبير جدا، ان انا نخلي ان الفك مشدود، جلد الفك مشدود، بحيث ان مفيش حاجه نازله من قدام الفك او ايفن نازله من بين الفك. يعني الجو لاينز تبقى مشدوده ومرسومه كويس. صح. حتى ايفن المنطقه بتاعت الدبل تشين تبقى مستقيمه، مفيش حاجه من ده اكتر حاجه بتخلي الست تلوك يونجر. وده التشالنج اللي بنشتغل بيها في كل حاجه، بنشتغل سواء بوتوكس، سواء فيلر، سواء الباي موديلانت باي ستيميوليترز، الكلام ده كله بيبقى بتارجت ان انا عايز اخلي الجلد في مكانه، ده اهم حاجه. اوكي. السelection بتاع البيشنت بتاع الخيوط مهم قوي، يعني مش شرط ان كل حاله عندها لاكستي في السكن او عندها توزس او عندها برولابس او اي درجه من درجات سقوط الجلد ان انا اعمل لها خيوط. لو سالتي اي بيشنت او دكتور الامبريشن بتاعه عن الخيوط هتلاقي في سنه خوف من الموضوع. الناس الفيدباك والامبريشن في ناس عندها مش اكسبيرينس مش احسن حاجه بسبب الخيوط. ليه؟ صح. علشان انا بطلب من الخيوط اكتر من طاقتها. بمعنى انا عندي 3 درجات من سقوط الجلد. اوكي. سكين فولينج او سكين ساجنج ده متقسم الى 3 درجات. حاجه اسمها لاكستي اللي هو ارتخاء خفيف في الجلد. شكله ايه الارتخاء عشان الناس تفهم؟ بيبقى افريج من سن 35 ل 45 سنه. اوكي. بيبقى دي البدايه يعني. بيبقى الجلد نازل بس ستيل في مكانه. في حاجه كاركترستيك نقدر نشخص بيها الموضوع ده، ان انا امسك حته الجلد اللي انا حاسس انها نزلت. if I can hold it، لو انا اقدر امسكها وفي تراكشن، عشان اعرف امسكها لازم اعمل element of traction، اشد الجلد حواليها. الجلد من حواليها سواء فوقيها او تحتيها يبقى مشدود. صحيح. لو في element of traction ده يبقى دي درجه اللي هي مجرد ارتخاء. بس انما لو الدكتور هو اللي بيحددها. يس انما لو انا قدرت امسك حته الجلد اللي نازله ديت من غير ما اعمل اي element of traction، ده تبقى درجه اعلى من ارتخاء، حاجه اسمها توزس اللي هو سقوط. توزس بالعربي يعني سقوط الجلد نزل، يبقى دي درجه اقوى من درجات الارتخاء بتاع الجلد. اوكي. درجه الارتخاء بتاع الجلد دي هي اللي اقدر اعملها بالنون سيرجيكال ثريدز اللي هي الخيوط الغير جراحيه. انما التوزس محتاجه حاجه اقوى شويه. الخيوط يعني لما بيبقى في سقوط بنحتاج حاجه اقوى بالظبط كده، لكن لو في ارتخاء نستخدم هو ده. علشان كده دايما الخيوط بتاعت الخيوط اللا جراحيه لما بنطلب منها ان انا اتعالج بيها توزس او برولابس اللي هي المرحله الثالثه، بيحصل نتيجه مش كويسه، علشان انا الخيط ده مصمم انه يعالج جاست اللاكستي. اوكي. يعني اللي هو المجرد ان انا جلد نزل حاجه بسيطه وانا ستيل الجلد في مكانه. علشان امسك حته الجلد اللي نزلت ديت لازم اعمل element of traction على الجلد اللي حواليها. فاذا درجه السقوط الخفيفه دي هي اللي بتتعالج بالخيوط الغير جراحيه. طب ما في ناس هتستسهل وتقول لك اعملها فيلر او بوتوكس. الفيلر بيعمل درجه من درجات الليفتنج، برضه محتاج سelection للبيشنت. يعني انا بسميها فيك ليفتنج. يعني ايه ليفتنج؟ مقنع او مش حقيقي. ان انا بحط الفيلر مثلا في ديستانت، يعني مثلا انا بعمل زيجوماتيك ديفينيشن، برسم العظمه ديت او من اول الارش بتاع الزيجوما لحد نص المجزله كده مثلا، هشد كل الجلد بتاع نيزوليبيال فولد والحته بتاعت الجو البري جو اللي اول الفك، بدايه الجو. فممكن اشد دول منين؟ اشدهم ان انا اعمل ديفينيشن هنا، فاشد كل الجلد ده. اوكي. فده ما يعتبرش بيور ليفتنج، ده فيك ليفتنج انا بسميه كده. طب وهي الخيوط بتقعد مده اطول من البوتوكس؟ it depends على حاجتين. اولا خامه الخيط نفسه، وثانيا البيشنت لايف ستايل. بمعنى العيانه اللي بتحافظ، العيانه اللي عندها جود هايدريشن ميجرز، بتاكل كويس، بتنام كويس،
عندها somehow بتحافظ على جلدها في سكين كير كويس، في somehow انها بتشتغل على الالاستيستي بتاعت الجلد، سواء لوكال او سواء روتين او انجكشن او ايا كان. ستريس فري لايف، بتنام بمواعيد تصحى بمواعيد، كل ده بيخلي الجلد فيه بعض المرونه، بتساعد الخيط انه يعيش فتره اطول. اوكي. طبعا بالاضافه الى ان الخيط لو جودته وخامته كويسه، يعني مثلا عندنا في حاجه اسمها بولي دايوكسانون خيوط، في خيوط تانية اسمها بولي كابرونولاكتون، وفي خيوط اسمها بي ال ال اي اللي هو بولي ال لاكتيك اسيد. اوكي. الخامه نفسها بتفرق، والشركه المصنعه بتفرق، الجوده بتاعت الخامات بتفرق، زائد البيشنت لايف ستايل. لو عايزين نعمل نسب، يعني مثلا في الفيلر كنا دايما بنقول ان البيشنت لايف ستايل is not the main issue، جوده الفيلر اهم، انما في الخيوط لايك 50% و50%. اوكي. 50% الخامه بتاعت الخيط، و50% العيان هيحافظ على الموضوع ولا لا. طيب احنا اتكلمنا ان في خيوط تجميليه وفي خيوط بتتعمل بالجراحه. تمام. الخيوط اللي بتتعمل بالجراحه دي بتحتاج المريض يكون واخد بنج معين؟ الخيوط الجراحيه اللي هي بتتزرع كعمليه جراحيه، العيان بيبقى واخد بنج، سواء انجكشن او سواء انهاليشن او قد ايه؟ ايه؟ يعني المريض بيجي بياخد بنج بيقعد مده قد ايه؟ نص ساعه؟ حاجات بسيطه، بتبقى فترات زي كده. بالظبط. الموضوع بيبقى بسيط جدا، بيتعمل في الورد، بيتعمل مش شرط في اوضه عمليات، اللي هي الخيوط اللي بتتزرع تحت الجلد. ده حاجه، والفيس ليفتنج والسكين بلاستي والكلام ده خالص. العمليات الجراحيه ديت بتبقى في اوضه العمليات، دي حاجه تانية. شفنا واحنا يعني الناس وهي بتتفرج كده على السوشيال ميديا، في خيوط بتبقى ما اعرفش يسموها كولاجين، يعني فيها كولاجين. هل دي ليها علاقه بالخيوط التجميليه اللي بتتحط؟ في خيوط اسمها المونو، يعني في انواع، فيها يعني في 3 معايير لتقسيم الخيوط. المعيار الاولاني حاجه اسمها النمبر، يعني انا عندي مونو وعندي حاجه اسمها سكرو، خيط واحد وخيطين لافين على بعض بشكل اللي هو الدبل هيليكس اللي احنا عارفينه ده. خيط المونو ده دايما بيسكنوه في خانه اللي هو ريجوفينيشن، عشان ما فيهوش حاجه اسمها كوجز، ما بيبقاش فيه السنون بتاعته. برده في المعيار الثاني اللي هو السيرفيس، يعني بمعنى اخر، بمعنى ابسط، السطح بتاعه هل ناعم ولا في سنون طالعه بتثبت الخيط في الجلد. اوكي. الخيط الناعم السنجل اللي هو المونو، والسموث الخيط ناعم ده بيتوجه دايما بفكره اكتر الى الريجوفينيشن او النضاره، علشان الخيط ده بيشتغل، بيعمل حاجه اسمها جرانيوليشن تيشو حواليه. جرانيوليشن تيشو ده بيشد ميه، بيشد فيتامينز ومينرالز وكل حاجه، فبيديني اكتر من الليفتنج. لو حسبناه نسب، مثلا نقول لايك 80% مثلا ريجوفينيشن و20% ليفتنج، 20% شد و80% نضاره. اوكي. لو احنا عايزين مثلا بنوته جت عندها 25 سنه ومن كتر ما بتستخدم الفلترز بقت حابه شكل وشها وهو مشدود. تمام. يعني احنا اوريدي بني ادمين طبيعيين، فمش طول الوقت وشنا نعمل كده، ولكن بقى عندنا جنون ان احنا عايزين وشنا يبقى شبه الفلتر. تمام. فلو جات لك بنوته عندها 25 سنه وقالت لك يا دكتور انا عايزه وشي يبقى مشدود كده، بتتعامل معاها ازاي وهي سنها لسه صغير؟ دايما انا في اليونج ايج بالذات بقول لها انت استغلي مرحله ان وشك مليان كولاجين. كولاجين ده 5 انواع زي ما احنا عارفين، كل الانواع دي في اعلى مرحله في عمرك في انتاجها. انت جسمك بينتج كميه كولاجين كويسه جدا. فمش عايز ابدا اعود الجلد دلوقتي ان انا بدي لك وسيله مساعده عشان نعمل الليفتنج. اوكي. حافظي دايما على صحه البشره، حافظي دايما على ان الكولاجين بتاعك يستمر وما يتكسرش. اهم حاجه طبعا هي الهايدريشن. ناس كتيره متخيله ان شرب الميه ده هو الكي بوينت في كل حاجه. الميه هي الماده الخام لصناعه حاجه اسمها هيلورونيك اسيد، هو ده الحاجه السحريه اللي مسؤوله عن كل حاجه. التراكشن او الشد بتاع الليجامنتس والاديجنز والباندجز اللي رابطه الجلد في الديب تيشوز كلها معتمده على محتوى الكولاجين ومحتوى الهيلورونيك اسيد اللي احنا بنقول عليه. فزيادته ديت تتوقف عليه رقم 1 قولا واحدا شرب الميه. طبعا رقم 2 بالتالي الديهايدريشن، اهم حاجه فيه اللي هو الهيتنج، سان اكسبوجر، الهيت اكسبوجر، التعرض للشمس، تعرض للحراره، تعرض للراديشن، كل ده بيقلل محتوى الميه بنسبه كبيره في الجلد. فبالتالي بيخلي الروابط الاديجنز او الباندجز اللي مثبته الجلد بترتخي. اوكي. فلو انت عايزه جلدك يكون مشدود، لازم رقم 1 تكون جود هايدريشن ولس هيتنج. يعني دايما جلدي يكون مش سخن، مش هيتد، ولازم يكون في محتوى ميه عالي جدا. أوكي. طبعا الفاونديشنز والميك اب واي حاجه ارتفيشال خليها اقل حاجه ممكنه. بجيب براند سام هاو تكون مستخلص من حاجات طبيعيه. الحاجات دي بتفرق جدا معايا. ستريس فري لايف، السموكينج،
الالكوليزم، الكلام ده كله بيقلل جدا محتوى الهيالورونيك اسيد والكولاجين في الجلد، فبالتالي بيخلي الجلد مش مشدود. طيب لو عندنا سيدة عندها 40 سنة بدأ شكل وشها يضايقها وجاية عايزة تلحق الماريونيت لاينز والسمايل لاينز والحاجات دي عشان مش عايزة توصل لمرحلة الفيس ليفت، لأن مش كل الناس بيبقى عندها الجرأة تاخد موضوع العملية ده وتاخد الريسك وتجوان. هل لو فعلا حد بدأ وشه يبان عليه العلامات، يعني وانت باصص لها شايف العلامات دي، هل الخيوط هتساعد في تحسين ده ولا لا؟ بيج تايم طبعا، بتساعد بنسبه كبيره جدا. عايز اقول لك اهم ما في الموضوع اختيار المريضه اللي تصلح ان يتحط لها خيوط. اوكي. مش كل واحده عندها سمايل لاينز، مش كل واحده عندها نيزوليبيال فولد، مش كل واحده عندها جاست لاكستي خفيف محتاجه خيوط. اوكي. عبقريه الخيوط ان انا اختار العيان اللي فعلا هيستفيد من الخيوط. اوكي. يعني انت ممكن تقول عيانه لا؟ طبعا. في عيانه اقول لها مهما لو حطيت لك 100 خيط مش هيبقى فيه نتيجه. انت محتاجه خيط نوع تاني، خيط جراحي، محتاجه طريقه تانية غير الخيوط اللا جراحيه. احنا بالنسبه لنا في عيادات التجميل الخارجيه بيتعمل حاجه اسمها الخيوط الغير جراحيه. دي ليها سيلكشن بيشنت، لو عرفت تختار العيان صح هتجيب نتيجه ممتازه. صحيح. انما في عيانين تانية ممكن اريفير لعمليه وممكن اريفير لفيلر، ممكن اشوفه انترفنشن تاني خالص. الريسنت باي موديوليترز وباي ستيمولانت الحاجات وصلت لمراحل رائعه، خصوصا الحاجات اللي بتتحقن ديب، الحاجات بتتحقن عميق، اللي بوصل لحاجه اسمها الديب فيشر كومبارتمنت، الدهون اللي تحت العضلات اصلا، ان انا اعمل لها بروموشن، ان انا بروموتت، ان انا اشتغل عليها وان انا ازودها. ده بيجيب دراماتيك ريسبونس في الليفتنج يعني. انا بشكرك جدا يا دكتور، ثانك يو على الانفورميشنز المهمه دي، واتمنى تكون فدنا الناس. انا بشكرك جدا، ميرسي جدا، شكرا، ميرسي جدا.